لما تحكي انجليزي كتير تتعلم. كنت اخش الجي ستيشن اول ما اعرفش اطلب، عايز علبه سيجاره اقف يعني ما فيش سيجاريت، ده كان اخر سيجاريت، ما كنتش اعرف. وفي ناس عايشه هنا ليها 20-30 سنه في البلد، عرب كتير وما يعرفش يحكي انجليزي. وفي ناس مع تروح ان هو يشتغل مع عرب ويقعد موجود مع العرب ويقول لك اشتري دماغي ولا لغه ولا دوشي، ويقعد زي ما هو ما يتغيرش. وكل ما تقدم في البلد تستفاد خبره في اللغه اكثر واكثر. فهي اللغه ممارسه وتسمع. يعني انا في امتحان الجنسي ساعتها كنت منفض، زوجتي صراحه قالت لي عصام الموضوع جد، وانت شايف انا اخذتها قريب من 4 شهور او 5 شهور، يعني فتره قريبه، انت شايف الدنيا والقرارات وترامب وما اعرفش ايه. قلت له يا شيخي هننجحوا باذن الله. بيني وبينكم لما قرب الموعد باقي اسبوع، راح بعد طلع قرار انه اللي هيقدم على الجنسيه من بعد شهر 10 هيجاوب مش بس على 6 اسئله، هيجاوب على 12 سؤال باين او 10 اسئله، مش عايز افتي عشان بس هي ما حدش بعدين يقول لي انت غلطان. المهم يعني القواعد هتتغير، وبدل ما يقرا جمله واحده هيقرا صفحه كامله، هيكتب كلمه لا هيكتب موضوع انشاء كامل. قلت الله الله، ده الموضوع هيخش في التقيل يا عص، وخليك يا حاج ركز دلوقتي عشان ما فيش لعب. فانا كنت مقدم ساعتها في شهر 7 والقرار نزل دي من شهر 10 هيطبق، لازم اركز. كان باقي اسبوع بالضبط على الجنسيه بتاعتي، رحت قفلت الاوفيس بتاعي واعتزلت العالم تماما. وكان عندي الشغل ساعتها وقفته واعتكفت في الاوفيس. برامج قعدت اطلع على اليوتيوب الاسئله الاول بالعربي حفظتها كلها عشان اعرف الاسئله دي معطور عليها. وبعد كده ابتديت اسمع الامريكان، اسمع بس انجليزي. بعد كده عارفين يا جماعه لقيت الانجليزي ده تافه تفاهي والله العظيم، وكنت حافظ صم. انا استاذ في الحفظ، فحفظت الاسئله كامله. كنت اخلي زوجتي تسالني اقول لها اساليني في اي سؤال تحت فوق في ال100 سؤال، حفظت ال100 سؤال صم. بشوف لما اتضغطت وتورطت وباقي اسبوع وضيق معايا الوقت حفظتهم كلهم. حسيت انه الانجليزي مش صعب، بس احنا منفضين واحنا مش عاوزين. لما تعوز حاجه هتعملها. وفعلا انا لما عوزت انا احفظ واكتب زي ما موجود بالظبط في معدوك كتابهم، فساعتها ربنا وفقني ورحت برضو جاوبت كل الاسئله بيرفكت. فهي اللغه، عشان اللي سأل على اللغه نفس نظام ممارسي، وانت تكون عايز تتعلم ما تخافش لما تكون جاي جديد. خبط اضرب زي ما انت عايز في الكلام يعني. مش هيقول لك حاجه الامريكان، العرب بس اللي معي يصنفوا ويميزوا ويبقى فيه حته ايه الاكسنت بتاعه تعبان مسكين كده يعني، يتأفأفوا عليك. لكن الامريكان لا، بالعكس يساعدك ويحترمك ويحب يخليك تتكلم اكثر. يعني انا اشتغلت فتره مع واحده امريكيه كانت من ذوي البشره السمراء، كنت اقول لها سوري يعني الاكسنت بتاعي، تقول لي نو 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 اتس جود بيرفكت بنفس طبعا هم